السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم. عدد كبير مننا بيستخدم الأسانسير في الوقت اللي الكهرباء بتقطع فيه يوميا ساعة أو ساعتين، وده بيعرضنا لخطر شديد. سمعنا الأسبوع اللي فات عن خبر سقوط صاحب شركة سياحة من الدور السابع أثناء استخدامه للأسانسير. اتوقف التيار الكهربي، حاول يخرج، وأثناء خروجه رجله انزلقت ونزل جثة هامدة. ايه الاحتياطات اللي احنا ممكن نعملها عشان تجنبنا اي خطر؟ اولا، ممكن يتركب في الاسانسير بطارية طوارئ. بطارية الطوارئ بتدي فرصة لو النور قطع يبدأ يتحرك الاسانسير لحد اقرب باب ويتفتح بسلام ويخرج الركاب. ممكن حارس الامن في العمارة قبل ميعاد انقطاع الكهرباء في المنطقة بربع ساعة بيبدأ يفصل الكهرباء عن الأسانسير، وبالتالي هجنب أي حد من السكان إنه يستخدمه وينقطع بيه الكهرباء. لنفرض إن أنا بستخدم الأسانسير وانقطع التيار الكهربي، أتصرف إزاي؟ أول حاجة، أهدى علشان أعرف أتصرف. ثانيا، هستخدم الكشاف بتاع الموبايل عشان ينور لي. من الأخطاء اللي أنا لازم أتجنبها إن أنا أضغط على أكتر من زرار في وقت واحد، أو إني أحاول أفتح الباب بعنف. حتى لو الباب اتفتح وأنا عالق بين دورين محاولش أنزل. لو الأسانسير فيه تليفون ببدأ أتصل بالطوارئ علشان يجوا ينقذوني، أو أتصل بأمن العمارة. لو مفيش تليفون أبدأ أخبط عشان أسمعهم وأنبههم. في الوقت ده حارس العمارة بيفصل الكهرباء تماما عن الأسانسير ويطلع فوق ويبدأ يحرك البكرة يدوي لحد ما يوصل بالأسانسير لأقرب باب وتخرج منه بأمان. أتمنى إن شركات الصيانة تعمل دورات مكثفة للأمن والحراس بتوع العمارات عشان يعرفوا كل الاحتياطات اللي يعملها عشان يجنب سكان العمارة أي مشاكل. أتمنى لكم السلامة، وأتمنى تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشجعونا نعمل مزيد من الفيديوهات المفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.